كندا بلادي. انتم تشجعون اي فريق تجيبون الخساره، تشجعون اي فريق تجيبون الخساره. هولندا ساكن القلب، ايه وجدتم على راسهم، سبحان الله. يجيبون النحاسه، هي نحاسه لاصقه فيهم من زمان، من حفيظ الدراجي لاصغر واحد، سبحان الله. يقول لك الجوكر: كندا بلادي ساكنه في قلبي. لا والله، سويسرا بلدي ساكنه في قلبي. لوزان. يا رجل انت تقارن نفسك بالهندي ولا الباكستاني؟ انت جاي عن طريق فرنسا، خليط لقيطي يعني. ينتظرون خساره المنتخب المغربي، سبحان الله. نوعين لا ثالث لهما، نوعين فقط. السهر حتى تبارك، السهر حتى تنام وانت متكدر وتنتظر خسارة المنتخب المغربي. جيب شيء جديد؟ ما جبت شيء جديد، هذه الحقيقة والواقع. مبروك للمغاربة، مبروك للمنتخب المغربي. اخوي وليد منور، طال عمرك، مبروك. السهر نوعين: تسهر وانت كمغربي تتابع منتخب بلدك وتنتظر الفرحة والتهنئة، وتسهر كذلك حتى تتشمت وتنتظر خسارة المنتخب المغربي، العالم الآخر أو حتى الجماهير الأخرى. هذه نوعين. فتنة مش فتنة، أنت تعمل فتنة. لا لا لا، أنا ما أعمل فتنة، هذه كرة القدم وأحكامها. إذا حد يعارضني يقول أنا أعارضك، هذه معروفة في كرة القدم. أتمنى خسارة برشلونة وأتمنى فوز ريال مدريد مثلا. تمنيت خسارة الأردن وفوز الجزائر، وحصل. قالوا الجزائر برتغالية، هي هولندية. أي هولندية؟ 4-0 مفروض، أو 5-0، 5-2. صوبيري 3 فرص، سفيان فرصة، أشرف حكيمي فرصة. هاي كرة القدم عموما. يقول لك خلي السهر، شوف يقول لك شو يقول لك: خلي السهر يا أخوي الأصيل طبعا هو طبعا مشجع من الجزائر. يقول أنا كنت أتمنى خسارة المغرب. عموما أنت كيفك يعني، ما عندك مشكلة. يقول لك خلي السهر لعيون من حبك، وخلي العيون اللي لها عشق تبات تسهر وتفرح وتعيش المسرات. خلت تعشق وتبات وتنتظر المباراة والتهنئة. أما الطرف الآخر لا والله، ينتظرون خسارة المنتخب المغربي. قالك خاوة الآن، خاوة صمكها، ولك صمكها ولك صمكها، يقولك السوري. ألف مبروك صمكها. كندا بلادي. انتم تشجعون اي فريق تجيبون الخساره، تشجعون اي فريق تجيبون الخساره. المنتخب السويسري الشقيق منتخب محترم، براند عالمي، ساعة رولكس من سويسرا. كيف ما شجع سويسرا؟ براند كبير وحلويات عندهم. اي والله حلويات سويسرية، لدوريخ، ما شو اسمه هذا، وايد حلويات عندهم يعني. لا دورخ. يلا هم يعرفون احسن مني يعني. ايه قالوا احنا كنا نتمنى خسارة المنتخب المغربي امام المنتخب الهولندي. قال نحن هولنديين. هولندا ساكن القلب. ايه وجدتم على راسهم، سبحان الله. يجيبون النحاسة، هي نحاسة لاصقة فيهم من زمان، من حفيظ الدراجي لاصغر واحد، سبحان الله. يقول لك الجوكر: كندا بلادي ساكنة في قلبي. لا والله، سويسرا بلدي ساكنة في قلبي. لوزان هذه المنطقة الجميلة والبحيرة الجميلة الروعة. والله مبروك للمغاربة، وهرد لك للعالم الآخر اللي كان طبعا يشجعون المنتخب الهولندي بصور وفيديوهات تأتينا من العالم الآخر. صور كثيرة. والله الجزائريين يشجعون هولندا بالأمس. يا رجل انت تقارن نفسك بالهندي ولا الباكستاني؟ انت جاي عن طريق فرنسا، ما في شيء جديد يعني. نحن عارفين بس ما نتكلم، لان نحترم كذلك المتابعين كذلك اللي موجودين، احنا عارفين يعني. بس ما نبغي ندخل كذلك، لان تعرف عبد الله يجرح
يجرح ولا يداوي عبد الله الكعبي. انت عارف طبعا عبد الله اذا جرح يومين ما تنام انت. توفيق سويسرا والله. بارك الله فيك من العيون، بارك الله فيك حبيبي. تحية إجلال والتقدير للأسر المغربية الشريفة والله. والله والدة الصبيري. يا أخي يا أخي كيف يا أخي، يا أخي كيف يا أخي. اللهم بارك. شكرا. والله الإماراتيين فرحانين، والله الإماراتيين فرحانين بفوز المنتخب المغربي. والله فرق كبير بين المغرب والجزائر. انتم في التنظير والمجاملات وكتابة خلف هذا لا، انتم رقم واحد. اما في الحقيقة لا، انتم جبنة، انتم جبنة. يقول لك ابراهيم مازة افضل من لاعبين المغرب. شو دخل المغرب؟ قول الامارات، انا امثل الامارات. انا قول ابراهيم مازة افضل من لاعبين منتخب دولة الامارات، انا ما ازعل. شو دخل المغرب في ابراهيم مازة يعني؟ مازة افضل من لاعبين المغرب، شو دخل المغرب يعني؟ انا اماراتي، كلمني عن الامارات. موقع الطياره وين؟ الطياره واقفه الان يوم الجمعه، الجمعه يغادر. الله خايف عليك يا مام سويسرا. الطياره واقفه والله. الطياره واقفه وانا مجهز الرسمه، الرسمه جاهزه، الطياره واقفه. وفاتحه الباب والشباك كذلك. انت طبعا الدريشه نسميها الشباك، تتريا اللاعبين. عندكم شوبينج لمده يوم واحد، تاخذ الاستشوار والخلاط وتركب الطائره يعني.